شكل كده فرسان الهيكل أو فرسان المعبد ما نجحوش إن هم يقدروا يضحكوا على صلاح الدين الأيوبي إن هم فعلا صليبيين. عشان كده لما انتصر صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين وقدر يسيطر على أرض القدس، عفى عن كل المسيحيين إلا فرسان الهيكل اللي اعتقل منهم وأعدم منهم وراحوا هربوا على فرنسا. وما فيش شوية وقت والملك فيليب الرابع هو كمان مرتاحش ليهم وبدأ يعتقل منهم ويصادر ممتلكاتهم لغاية ما جه البابا كليمنت الخامس وبرضه أمر بإنهاء التنظيم ده. وسنة 1314 أعدموا رئيسهم ديمولاي أو ريمولاي على الخازوق. بس هل التنظيم انتهى على كده؟ لا، دول سابوا فرنسا وراحوا إيرلندا، ومن إيرلندا لبريطانيا، وسيطروا على أقوى المحافل هناك وسموها محفل الماسونية. ومن هنا اتحول فرسان المعبد من تنظيم فرسان الهيكل للتنظيم الماسوني. طيب، ايه بقى علاقة ده بالحشاشين؟ الكلام اللي دار في الموضوع ده كان عن طريق كلافل في كتابه تاريخ الماسونية، ان كان في تعاون دار ما بين الحشاشين وفرسان المعبد. واللي اكد الكلام ده شيخ الاسلام والامام الغزالي لما قالوا ان الحشاشين كانوا بيبعتوا فلوس لفرسان المعبد عشان يأمنوا قوافلهم التجارية اللي داخلة بيت المقدس، او يمنعوا القوافل التجارية في البلاد اللي هم عايزين يسيروا فيها الشغب واضطراب. بس مفيش كلام أجزم إن في تم التعاون ما بين فرسان المعبد والحشاشين، لكن الكلام الأكيد قوي 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 إن تم تعاون ما بين الحشاشين والصليبيين، وده اللي هنعرفه دلوقتي. الحكاية بدأت من دمشق لما بعت حسن الصباح الحكيم المنجب عشان يدعو أهل دمشق للباطنية للإسماعيلية. وبالفعل لما راح الحكيم المنجم راح وقع ما بين الأخين دقاق حاكم دمشق رضوان صاحب حلب. رضوان حبهم قوي واستملوا قلبه وبقى معاهم جدا، وظهر في ظهره وكتف في كتف، لغاية ما جيش الصجالقة قدر يسيطر على حلب ويهزم الباطنية الإسماعيلية هزيمة ساحقة. لكن ما فيش شوية وقت وقدروا يستجمعوا قوتهم تاني عن طريق دعوة الجهال والسفهاء والأوباش. وده اللي خلى العلماء والفقهاء في الوقت ده كانوا في أشد محنة وكانوا في مأزق شديد، وهم شايفين إن باسم الدين بيتم الضحك على العقول ومش قادرين يقفوا قدام شوية أوباش باسم الدين. وزادت خطورتهم وزاد دمويتهم، وكان اللي بيعارضهم بيحل دماؤه وبيسفك وبيغتال قدام العامة انذار عشان محدش يقف قدامهم تاني. وبفضل ده قدروا يجمعوا جيش جرار وسيطروا على دمشق. ولما وصل تاج الملك للحكم كانت أذهل عثور للباطنية الإسماعيلية أو للحشاشين، لأنه كان بيفديهم بروحه، كان مساندهم قوي قوي قوي، لدرجة إن هو اتفق معاهم ومع الصليبيين إن هم يسلموا مدينة دمشق في مقابل إن الصليبيين يدوهم مدينة سور. وبالفعل في إحدى الجمع تم تنفيذ الخطة وفتحوا أبواب دمشق قدام الصليبيين على مرء ومسمع من أهالي دمشق. بس أهل دمشق وعيت للخيانة دي وفتكوا بالحشاشين ووصلوا لتاج الملك وأعدموه وحرقوا جثته ومثلوا بيها على باب القلعة. وجم قتلوا بقى حوالي 6000 روح من الباطنية الإسماعيلية. وهنا الحشاشين راحوا للصليبيين وقالوا لهم الحقونا، احنا كنا معاكم، احنا كنا هنسلمكم دمشق، شوفوا راح مننا كام روح. والحقيقة ان تاريخ الاغتيالات اللي قام بيه التنظيم ده، تنظيم الحشاشين، يقول ان فعلا كان في تعاون. اصل الاغتيالات كان معظمها لقيادات وفقهاء وعلماء هم صايمين، يا اما في ساحة مسجد، يا اما قيادات كانت مؤثرة في المعارك ضد الصليبيين وكان توقيت مقتلها يهز الجيش الاسلامي. فكأن الحركات دي مقصودة، والتعاون ده والاغتيالات دي كانت بتصب في مصلحة الصليبيين.
ورغم ان فرسان المعبد المفروض ان هم صليبيين واهدافهم وعقيدتهم بتتعارض تماما مع اليهود وبني اسرائيل، الا ان كل حاجه بتقول ان جذورهم الاسرائيليه بتدعم القضيه الاسرائيليه. وما كانش في معلومه مؤكده عن وجود تعاون ما بين الحشاشين وفرسان المعبد اللي فيما بعد بقوا تنظيم الماسونيه، الا ان في روايه انتي خريستوس في فصل الحشاشين إن فرسان المعبد اتضايقوا من التعاون ما بين الحشاشين الصليبيين. فعملوا إيه؟ بعتوا واحد من عندهم اسمه جوتر مازنل، وده عمل إيه؟ قتل الحشاش المسؤول عن نقل برقية الحشاشين، التعاون ما بين الحشاشين للملك. وبعد ما تم إعدام رئيسهم ديمولي سنة 1314 على الخازوق بأمر من الملك فيليب، تم استرجاعهم على إيد عائلة ستيوارت باسم الماسونية. ففعلا لو تم التعاون ما بين الحشاشين وفرسان المعبد، فكده تم التعاون ما بين الحشاشين والماسونية، وكانوا الحشاشين حجر نووي بسبب الاتفاقات الكتيرة وأوجه التشابه ما بين تنظيم الماسونية وتنظيم طائفة الإسماعيلية الباطنية أو الحشاشين.